السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. المهندس نجيب ساويرس يعني كالعادة كل فترة كده بيبقى ليه تصريحات بتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. كان آخرها يتكلم فيها عن نشر تويتر بيتكلم عن القطاع العام، بيتكلم على خسائر مصر للطيران إن هي 30 مليار جنيه، وبيقول نصا كده: خسائر 30 مليار لمصر للطيران واحتكار مصر للسياحة بدل فتح السماوات لكل الشركات وزيادة الرحلات العالمية لمصر. وبيتكلم في ردوده على المتابعين بتوعه، بيقول قطاع عام يساوي مال سايب يساوي فساد. طيب الحل ايه يا باشمهندس؟ حد بيقول له كده، قال له الحل وقف اي مشروعات حكومية يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بها وخصخصة كل شركات القطاع العام. ده رأي المهندس نجيب ساويرس من زمان في موضوع القطاع العام، يعني مش جديدة عليه. ويمكن انا اتكلمت قبل كده كذا مرة وقلت انا مع بيع جزء من شركات القطاع العام، حصص من شركات القطاع العام، ما نبيعش الشركات كلها. وقلت مبرراتي وقلت ان المستثمرين متضايقين، بيقول لك في امتيازات كتير جدا بتروح للشركات الحكومية، احنا ما بنقدرش ننافسهم، مش قادرين ننافس. وبالتالي الحل زي صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية ما اتفقوا مع بعض ان الحكومة المصرية تتخارج من الشركات، لكن كان رأيي انها ما تتخرجش من كل الشركات بالحصة كلها. يعني انت عندك شركة سين، اي شركة عندك فيها حصة 100%، ما تروحش تبيع ال 100%، بيع جزء واخرج. وفي نفس الوقت حاول تخلي، او مش حاول، ده لازم تخلي نفس الاعفاءات اللي بتاخدها، لا اما القطاع الخاص ياخدها لا اما انت تحرم منها زيك زي القطاع الخاص. وده اللي عملته الحكومه الفتره اللي فاتت. من حوالي اسبوعين اعلنت عن مشروع قانون، ده مجلس الوزراء اعلن عنه، وقال لك مشروع القانون ده خاص بالغاء كل الاعفاءات اللي بتاخدها جهات ومؤسسات الدوله عشان يقدر القطاع الخاص ينافس معاها. ده كويس. لسه مشروع القانون طبعا يعني جاري الموافقه عليه، لكن في الاخر وعرضه على مجلس النواب لاصداره، لكن في الاخر ده اللي كان المستثمرين عايزينه. فخلاص كده الشركات الحكوميه هيبقى زيها زي القطاع الخاص، ملهاش اي امتيازات، فيقدر ينافس، القطاع الخاص يقدر ينافس. لكن انا طالع عشان اتكلم على المهندس نجيب ساويرس، وانا عارف ان في ناس كتير يعني بيحبوه وناس كتير شغاله معاه في الشركات بتاعته، ودخلوا هاجموني قبل كده لما اتكلمت، رغم ان انا دخلت قبل كده ودافعت عن سميح ساويرس لما طلع قال تصريح كده، وطلع مصطفى بكري انتقده وداس فيه جامد، وطلعت قلت مصطفى بكري ما ينفعش ينتقده لان الراجل بيتكلم من وجهه نظر بيزنس، رجل اعمال، الفلوس هنا اللي بتحكم. هو بيقول لك انا مش شايف نفسي ينفع استثمر في مصر دلوقتي. خلاص هو بيحسبها بيزنس، ما تطلعش تخبط فيه وتنتقده. شوف هو زعلان من ايه، والمستثمرين اللي زي حالاته شايفين ايه غلط في دائره الاقتصاد في مصر وعالجوه، لكن ما تطلعش تخبط فيه. لكن دلوقتي لما اطلع هتكلم على المهندس نجيب، انا برضو مش طالع انتقد المهندس نجيب، لا خبط ولا ما خبطش، بس انا طالع اقول له حاجه بسيطه جدا. حضرتك بتقول يا باشمهندس مال عام يساوي قطاع عام يساوي مال سايب يساوي فساد. طيب وبالطالب ان الدوله تفتح المجال اكتر للقطاع الخاص وان هي تتخرج من القطاع العام. طب حضرتك يا باشمهندس نجيب والناس المتابعين الافاضل، لو دخلتوا على موقع البورصه المصريه، ده موقع حكومي في كل الشركات المقيده في البورصه، مش كلامي يعني، ممكن تقروا فيه وتشوفوا هل المهندس نجيب ساويرس ناجح في كل مشروعاته؟ هل نجح في كل مشروعاته؟ هل دايما بيكسب؟ هقول لك لا، وده مش كلامي. هل معنى كده ان انا طالع افتي واقول لك ده رجل اعمال فاشل؟ أبقى ما بفهمش، بالعكس ده رجل اعمال ناجح جدا. بس انا طالع ارد على نقطه هو قالها، اللي هو ايه؟ اللي هي كل شركات قطاع الاعمال العام تتباع. لما تقول لي ان الدوله تبطل تعمل المشروعات اللي ممكن القطاع الخاص يعملها، هقول لك انا معاك ومتفق معاك النص الاولاني. النص الثاني ان كل شركات القطاع العام تتباع، لا تتباع ليه حضرتك؟ ليه كلها تتباع؟ وليه نتساب انا وكل الشعب في ايد القطاع الخاص اللي عندهم منظمات اعمال لوبي بيجمعهم
اتحاد صناعات، اتحاد غرف تجاريه، منظمات رجال اعمال و بيجمع الناس دي كلها. مثلا منتج الصناعات الغذائيه بيجمعهم، منتج الصناعات الكيماويه، منتج الصناعات الدوائيه، بيجمع دول كلهم وبيتكلموا وبيتفقوا هنعمل ايه، المشاكل اللي بتواجهنا نعمل ايه مع الحكومه، نرفع مشاكلنا لمين، يناقشوا مشاكلهم دي مع الوزير المختص. وفي الاخر زي ما انا لمحت قبل كده قلت الله اعلم بينهم وبين بعض بقى عشان ما يبقاش فيها اتهام مباشر اهو، بيتفقوا على سعر معين يبيعوا بيه منتجاتهم، حديد، اسمنت، اكل، شرب، بتاع، او يعني في نفس الرينج عشان ما يبقاش باين انه في احتكار. وارد ان ده يكون بيحصل. انت ليه عايز تسيبنا لده؟ احنا بنقول ان الدوله لازم تدي الفرصه للقطاع الخاص ينافس، وده عملته من خلال مشروع القانون اللي بتعمله دلوقتي، انها تشيل الاعفاءات اللي تاخدها شركات الدوله، يبقى زيها زي القطاع الخاص. ادخل بيع عشان اتفاقك مع صندوق النقد الدولي او عشان تفسح المجال للقطاع الخاص، ادخل بيع جزء من حصصك في الشركات، جزء من حصصك في الشركات، لكن ما تبيعش كل الجزء، ما تبيعش كل الحصه، وما تبيعش كل الشركات يا باشمهندس نجيب، ما ينفعش. لان في الاخر زي ما قلت لك كلكم هتتفقوا مع بعض كرجال اعمال، واحنا اللي هنلبس في الحيط في اسعار كل حاجه. حضرتك بتقول لي قطاع عام بيساوي مال سايب، طب ما حضرتك شركاتك انت نفسك كقطاع خاص بتخسر، وتعالى اقول لك ازاي. مش القطاع العام بس اللي بيخسر، ده بالعكس القطاع العام في شركات كتير جدا، وانا قلت قبل كده، قلت انا ببيع جزء من شركات القطاع العام حصص فيها، لان بتوع القطاع العام معظمهم بيروح ينام وما بيشتغلش، والاخر الشركه بتجيب قطاع خاص هو اللي يديرها. عشان كده انا ببيع جزء من الشركات دي. لكن حضرتك لما تسمع الارقام هتلاقي ان وزير قطاع الاعمال العام بيقول لك ان ارباح شركات قطاع الاعمال العام السنه اللي فاتت كام؟ 13.5 مليار جنيه. يعني في شركات كتير جدا بتكسب، مش كلها بتخسر. عندنا 7 شركات قابضه، منهم 7 شركات قابضه، منهم 203 منهم 75 شركه تابعه و263 شركه مشتركه. تمام؟ طيب حضرتك عايز تبيع كل ده عشان الشركات بتخسر، وكلها مش بتخسر زي ما قلنا كده. تعال بقى نخش على شركاتك انت يا باشمهندس نجيب. الباشمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس اداره شركه اوراسكوم للاستثمار، ودي شركه مقيده في البورصه. يعني الارقام اللي هقولها دي موجوده على شاشه التداول في موقع البورصه المصريه عشان الناس اللي تحب تشكك. الشركه اعلنت في 2021 خسائر، مش ارباح، خسائر كام؟ 46 مليون جنيه من شهر يناير لشهر سبتمبر 2021. تحولت للربحيه من يناير لسبتمبر اللي فات ده، وحققت 265 مليون جنيه ارباح. مقابل كام؟ مقابل خسائر 46 مليون جنيه. يعني كانت بتخسر، يعني دي مش دايما بتكسب يا باشمهندس. تعال اقول لك حاجه تاني. في 26 مارس اللي فات 2023 ده، القوائم الماليه المجمعه لشركه اوراسكوم الماليه القابضه بتاع الاستاذ نجيب ومعاه شركاء وابنه انسي هو رئيس مجلس الاداره، اعلنت عن خسائر كام حضرتك؟ 133.3 مليون جنيه خسائر في 2022. خسائر مقابل 102 مليون جنيه خسائر برضو منذ بداية التأسيس حتى نهاية 2021. يعني من ساعة ما اتعملت وهي بتخسر. ما انت بتخسر يا باشمهندس في شركاتك اهو. تعال اقول لك المصيبة الثانية. شركة بيلتون كان عليها ضجة كبيرة اول يومين اللي فاتوا. بيلتون دي كانت شركة اوراسكوم المالية بتاع المهندس نجيب ساويرس، كان اكبر مساهم فيها. القيمة الاسمية، تعال قبل ما اقول لك القيمة الاسمية، شركة بيلتون محققة خسائر كام؟ 169 مليون جنيه وشوية في 2021 مقابل 132 مليون جنيه وشوية خسائر برضو في 2020. الله عظم العزة والله. الأذان وارجع لكم تاني. يبقى أنت حضرتك برضو يا باشمهندس بتخسر في شركاتك وبتخسر كتير. وخلي بالك خسائرك دي مش بترجع عليك لوحدك، شركاتك دي مقيدة في البورصة المصرية. يعني أنا
وانت وناس كتير جدا مساهمين في شركاتك. فلما انت بسوء اداره منك تخسر في شركاتك، فانا كمان بينوبني نصيب من الخساره دي، ما انا شايل السهم بتاعك. يعني لما حضرتك يا باشمهندس نجيب سويرس لما جيت وافقت على عرض الشراء المقدم من شركه شميره الاماراتيه انك تبيع لها نصيبك اللي هو كان 56% من اسهم بيلتون، تبيع لها نصيبك او الحصه بتاعتك في بيلتون بجنيه و48 قرش، جنيه و48 قرش للسهم، رغم ان القيمه الاسميه للسهم 2 جنيه. يعني انت بتبيع بخساره. ده تسبب في ايه؟ تسبب ان الناس كلها اللي كان معاها بيلتون خسرت. بعد كده بعد شميره ما دخلت واشترت السهم ولع وزاد كتير كتير كتير. بس اول ما انت ما اعلنت ده ووافقت على السعر ده، كل اللي معاه السهم خسر بسببك. ده اسمه ايه؟ ده اسمه سوء اداره. يبقى سوء الاداره بقى ملوش علاقه لا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص، له علاقه باشخاص بيديروا. عشان كده ما ينفعش تحملها كلها للقطاع العام وتقول القطاع العام كله يتباع. لا، اللي بيخسر يتباع، يتعاد هيكلته مره واتنين. ما ينفعش خلاص باعوه، نفع تجيبوا حد تاني يديره حتى لو من القطاع الخاص يبقى احسن، خير وبركه. ينفع الدوله تدخل معاه شراكه مع القطاع الخاص، خير وبركه برضه. لكن نبيع كله ونبقى احنا كشعب ضحيه للقطاع الخاص، ده اللي مش مسموح بيه. في النهايه ربنا يكتب لنا جميعا الخير، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.